في واحد بيسألني بيقول لي: "أنا مصفّف شعر رجالي، هل الشغل حلو في البرازيل؟" أولًا مصفّف الشعر كويس، يعني أنا باحلق عند واحد برازيلي هنا ومشغّل معاه واحد بيعمل له مدخول حلو، يعني بيعيش حياة كريمة، ولكن ده الصالون بتاعه. أمّا إذا أنت معاكش صالون، بتروح عند أي صالون حلاقة كويس محترم له زباينه، فالزبون بيخش لو اختارك وبتقعد تحلق له. مثلًا أنت حلقت، مثلًا أنا أعرف واحد صاحبي اسمه صلاح بيحلق مثلًا إيه، ب60 مثلًا، ب60 ريال الراس غير الدقن، الدقن بالراس ب90 مثلًا، فصلاح هياخد له مثلًا نسبة 60% والصالون بياخد له نسبة 40%. فالصالونات لا تأجر لك كرسي وتدفعه شهري ما لهمش دعوة دخلت ما دخلتش، وفي صالونات بتاخد نسبة على كل حلاقة أنت بتعملها، ولكن الأفضل تتعلم اللغة كويس جدًا، وبعد كده تتوكل على الله وتفتح لك صالون وتربي لك زبون، تمام. أمّا شغل الحلاقة كويس جدًا، كويس جدًا، ولكن حسب المنطقة بيكون سعر الحلاقة، وحسب جودة الأشخاص اللي بتيجي لك بتكون ربحتك، تمام. فمصفّف الشعر سواء حريمي أو رجالي كويسين جدًا، ولكن محتاج لغة، ومحتاج فلوس حوالي 6 أشهر، أقل شهر يا جدعان